السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس محمد فريد بنصور النهارده فيديو جديد. احنا فين؟ احنا في اسكان جامعة القاهرة. نوري حضراتكم على الطبيعة الجبس الماليزي وطريقة تركيبه. زي ما حضراتكم شايفين الناس شغالين في تركيب الجبس الماليزي. عندي هنا التفصيلة بتاعتنا، عندنا 30 سم بنقدر نحط فيهم اسبوتات. زي ما حضراتكم شايفين داير ما يدور في الريسبشن، وعندي كورنيشة من فوق وكورنيشة من تحت. عايز اقول لحضراتكم الجبس الماليزي هو جبس معالج مش جبس بلدي، بيجي من المصانع الواح جاهزه زي ورا حضراتكم كده. وري حضراتكم كده اللوح بيجي كده جاهز، بيبقى فيه الكورنيشه بتاعته من فوق. الفورمه بنختارها من الكتالوج بتاعنا، بيجي الكورنيشه من فوق وبنختار كمان الكورنيشه من تحت. اخترنا هنا كورنيشه صغيره سيمبل، ونبتدي نركب الاول بيت النور. بنسميه بيت نور ولكن هو ما فيهوش اندايركت لايت، ما فيهوش ليد. بس في الجبس الماليزي في اللغه الدارجه عند الصناعيه بنسميه بيت نور. بعد كده نركب الكورنيشه من تحت زي ما حضراتكم شايفين هنا كده. يعني هنا ابتدى يركب الكورنيشه، يركب الجزء بتاع بيت النور وبيركب كمان الكورنيشه. بتركب بقى ال 30 سم بتوع بيت النور ازاي؟ خد المايك كده واتكلم كده، اشرح لنا كده بتركب ازاي، اشرح للناس بتركب ازاي الكورنيشه دي. السلام عليكم. اول حاجه احنا بنبدا بناخد علام الشرب بتاعنا وبنمشي عليه بزاويه صاج، وبعد كده بنركب البطنور، بنقطع البطنور بتاعنا تمام، ونركب بالزاويه بمسمار. يعني احنا بنركب التركيب عندنا بمسمار وفيشر وزاويه. تمام، الله ينور. يعني هو يقصد ان هو بيركب بنفس طريقه الجبسون بورد. عندي الزاويه الصاج اللي هي داير ما يدور، يمكن يعني الحته دي لسه ما ركبهاش فباين مع حضراتكم ازاي بيركبها. بعد كده بيلزق بماده اللزق المخصوصه للجبس الماليزي ويثبت الكورنيشه بنفس الطريقه. بعد كده الكهربائي يجي يفتح. طبعا لازم يكون معمول تاسيس للجبسون بورد او لمكان الاسبوتات. لازم يكون في خرطوم عشان يقدر نوزع فيه الاسبوتات. بعد ما يخلص خالص الكهربائي يبدا يفتح فيه الاسبوتات حسب الرسمه اللي نتفق فيها مع العميل ويطلعها لنا المكتب الفني عندنا في الشركه. ده كان فيديو النهارده بسيط للجبس الماليزي. اتمنى ان ينال اعجاب حضراتكم. شكرا جزيلا.